سمعتوا قبل كده عن الايس كريم مع الريد بول؟ النهارده رحت اجرب اختراعات ونيو ايتمز من عصير تايم، بس خليني برضو الاول اعرفكم مين عصير تايم. عصير تايم معروفين بخبراء السعاده من كتر ما بيجيبوا لكم السعاده لقلبكم بعد ما تجربوا اختراعاتهم. عصير تايم ده براند كويتي طلع من الكويت لحد ما وصل للعالميه، موجود في الامارات اكتر من 40 فرع. اول حاجه طبعا طلبتها من عندهم المشهورين بيها جدا الكريب كنافه. كريب بياخد ميكس شوكليت مع بيستاشيو وشويه كنافه متحمصه في السمنه البلدي. بالنسبه لي ميكس الكريب مع الميكس شوكليت والبيستاشيو مع الكنافه المتحمصه كانت فعلا طعمها خطيره. اما الاختراع ده فممكن يختلف عليه الاراء شويه، بس اي حد بيحب الريد بول لازم تجربوه، هيعجبكم جدا. كمان جربت عوار قلب بيكون عصير مانجا مع فراوله مع فانيلا ايس كريم، وبرده ده كان حلو قوي. واوعوا يفوتكم تجربوا الباف ستروبري، شويه من قطع البانكيكس متغرقه مع الفراوله والنوتيلا، عظيمه. واللي بيحب الترمسو عاملين اختراع عظيم كده مع الاوريو، هيعجبكم قوي. واخر حاجه ختمت بيها كانت كيكه دبي. تقدروا تطلبوهم على الرقم ده او تطلبوهم عن طريق طلبات. لازم تجربوا عصير تايم عشان بجد خطير.